اهلا بكل متابعيني الجمال. النهارده هعمل معاكم وصفه للبانيه المشوي سهله قوي. زبادي، هنحط كمان مج خضروات او اي نكهه انتوا بتحبوها، وفلفل اسود، شويه قرفه، وشويه جنزبيل بسيط قوي، وبس كده، وميه البصل. طبعا هنقلب المكونات دي بحيث تدوب، لازم التوابل تدوب معايا مع شويه ملح، وابدا ان انا اقلب البانيه في التتبيله الجميله دي. حرفيا طعمها حلو جدا. قطعة كده قطعة قطعة هبدأ انزلها بالشكل ده، بشكل بسيط قوي، ولازم تقعد معايا في التلاجة يعني لمدة 4-5 ساعات اتليست يعني، وهسيبها في التلاجة. وبعد كده هبدأ اعمل الحشوة بتاعة ورق العنب والفلفل. بجد حشوة مميزة. ببشر بصل، بحط لحمة مفرومة نية، بحط ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة، بس كده. وطبعا اللحمة بتبقى فيها دهون، وهقلب. وطبعا احط الرز. الكميات دي بتاعتك على حسب يعني كمية الورق العنب عندك، او كمية الكمية اللي انت هتعمليها. وهقلب كويس، وبعد كده اعمل ورق العنب. هبدأ كمان ان انا اشوي بقى البانيه. بحط زبدة واسخنها كويس قوي قوي قوي، ولازم الطاسة تبقى سخنة عشان تعمل معايا تش كده. وهقلبها على الجنبين بحيث تاخد صدمة، وبكده هتستوي معايا. وبجد طبق مميز وجميل جدا، وبألف هنا، يا رب يعجبكم. فعلا طعمه حلو، وحرفيا انا بحب ورق العنب بالطريقة دي. وطبعا الطريقة التقليدية بتاعتنا بتبقى حلوة، بس برضو ده طعمه جميل. باي باي.